تعالي اقولك على 3 حاجات مهمين جدا هيخلوا الحصيله اللغويه عند ابنك تزيد عن الاطفال اللي في سنه ويتكلم كويس قوي واسرع. بس قبل ما نقول ال3 حاجات دول لازم تعرفي ان في 3 حاجات تانيين انا لازم اطمن عليهم الاول. وهم ايه؟ اول حاجه ان انا ابني بيسمع كويس ولا لا، ولو انا كأم مش قادره احدد دوت يبقى هروح اعمل له مقياس سمع او ضغط اذن. تمام كده. تاني حاجه ان ابني بيفهمني ولا لا. طب يعني ايه بيفهمني يا دكتور؟ يعني لما بقول له روح هات الشوز بتاعتك بيروح يجيبها، روح هات البنطلون بيجيبه، هات الكوبايه عشان تشرب بيجيبها. اللغه الاستقباليه عنده حلوه. اقعد بيقعد، قوم بيقوم، يلا عشان نخرج بيبقى عارف ان احنا رايحين باي. الفهم عند الطفل مهم قوي عشان اعرف ان اللغه الاستقباليه بتاعته شغاله ولا لا. تمام. تالت حاجه ودي اهمها التفاعل الاجتماعي بتاعه، هو متفاعل معايا ولا لا؟ بيحضني، بنهزر، بنلعب، بيضحك معايا، لما بزغزغه بيبقى منتبه ليا، لما بنده عليه بيجيلي. كل الحاجات دي مهمه قوي. ان هو عنده اي كونتاكت، يعني عنده تواصل بصري ما بيني وما بينه، دي حاجات مهمه جدا عشان ان انا اطمن عليها في ابني. طيب دي ال3 حاجات اللي انا لازم اتاكد ان هم كويسين ولا لا عند ابني. طيب ال3 حاجات التانيين بقى ايه هم؟ اول حاجه ان انا اتكلم معاه كتير جدا. طب يا دكتور ما هو ممكن ما يبقاش بيفهمني. مش لازم أن يكون فاهمني. ما هو مش لازما انا طول الوقت لما اتكلم معاه هو يعرف يرد ورايا. مش لازما طول الوقت اقول له الكلب فيقول لي كلب، القطه فيقول لي قطه. لا، انا بتكلم مع الطفل من عمر يوم، طول الوقت بكلمه يلا نلعب، يلا ناكل، يلا نغير البامبرز، يلا انت عملت بيبي، يلا نمشي باي، احنا خارجين، يلا نفتح الباب. احكي له قصص كتير قوي. الطفل وهو صغير بينتبه لطريقة الكلام وبيبص. تاني حاجة ان انا امنع عنه الشاشات تماما. اول 5 سنين من عمر الطفل الشاشات ممنوعة، ولو لازم وضروري انه انا بقعد وبتفرج على التلفزيون وهو بيتفرج على الحاجات اللي انا بتفرج عليها، وفي نفس الوقت مش اكتر من ربع ساعة او 10 دقايق في اليوم. الحاجات دي برضو بتزود من الحصيلة اللغوية للطفل جدا. انما ما ينفعش ان انا اسيبه قاعد مع الموبايل وفي الاخر اقول ما هو قاعد، ما هو بيتفرج، ما هو كده هيزيد الحصيلة اللغوية بتاعته. لا طبعا، انا عندي فروق فردية ما بين طفل وما بين التاني. ممكن يكون اخوه كان بيمسك الموبايل وكان بيتكلم وكويس، بس هو لا، على حسب الفروق الفرديه اللي عند كل طفل. طيب تالت حاجه وهي ان انا لازم اخرجه. طب يا دكتور انا ما عنديش امكانيه ان انا اخرجهم كل يومين 3. مش لازم اخرجهم ونروح مكان او نروح نادي او نقعد في حته. هنخرج، هنمشي في الشارع، هنشتري حاجه من السوبر ماركت، هنمشي جنب بعض، هياخد باله من العربيات، هينتبه للحاجات اللي حوالين منه، هيشوف حاجات في الشارع هينتبه لها، الادراك بتاعه هيزيد، اللغة بتاعته هيوسع، هيبدأ يتكلم، هيبدأ يسأل، هيبدأ يعرف في ايه حوالين منه. ما تنسوش تكتبولي الكومنتات بتاعتكم وتقولولي طفلك عنده كام سنة وبيتكلم كام كلمة، وانا هقولك اذا كان هو كده كويس ولا متأخر. هستناكم في الكومنتات. كانت معاكم دكتور دنيا وائل، اخصائية التخاطب والتربية الخاصة.